البهدله اللي وعدم التركيز، وتحسي ان انت في احداث بتقع. انا مش عارفه، انا بتكلم عن نفسي. وعلى فكره الناس كلها دلوقتي بقت تحس انها مش مركزه او بتنسى او ذاكره من سن صغير، يعني مش لسه صغير وبينسوا من دلوقتي ذاكرتهم ضعيفه. انا بكلمك بجد، في احداث بتقع الواحد يقول ايه، اجيبه زايفر ولا ايه الموضوع. فمن ده شكوى يونيفرسال لرجاله وستات اطفال. فمن الحاجات اللي يوصى بيها طبعا ان احنا ناخد المصدر بتاع الاوميجا 3 من الاكل، طبعا ما فيش كلام. بس الموضوع الالتزام بيه صعب. يعني ان انا مثلا اطلع لك القدر اللي المفروض تاخديه من الاكل من الاوميجا 3 وحضرتك تاخديه بانتظام خلال الاسبوع بشكل مستمر، دي حاجه بتبقى زي الجايد لاين وجبتين سمك كل اسبوع. ده سمك، ما هو بالظبط. ومحدش بياكل سمك لا مرتين كل اسبوع مع الاسعار. سلمون انت عايزه، وخلينا مش اي سلمون، حاجه طازه كده. يعني تروحي بقى ريستورنت، يعني حاجات بتبقى يمكن صعبه، سردين تعيشي على السردين بقى، الحاجات اللي هي دي. فاذا حصل وبتاخدي المصادر الرئيسيه للاوميجا 3 خلاص. لكن هو العادي والغالب تاني انا بقولها لك وانا اول متخصصه، اللي بيحصل معايا ان انا بحتاج مكمل الاوميجا 3 بيفرق جدا جدا في التركيز. طبعا الموضوع فاري عشان بس ما نعممش، يعني في ناس بيفرق معاها جدا وبيدي نتائج مبهره، وفي ناس ما بتحسش قوي، في ناس بيبقى بلاسيبو بالنسبه لها. لكن الاكيد انه اللي بياخده وبيبقى ليه تاثير في صحته، سواء بقى الاوميجا 3 فيتامين دي مالتي فيتامين، يفرق معاه جدا في الجيرني بتاعتنا واحنا بنلبس.